تفتكروا الرقاق بالقشطه ده وبرام الرز المعمر اللي سايح في السمنه يستاهلوا ان استنى ساعتين عشان ادخل اكل في حجوجه؟ تعالوا نجرب. حجوجة مكان بيقدم اكل بيتي وفلاحي من اللي مليان قشطه وسمنه ودمار شامل، موجود في القاهره في دخلة مساكن شيراتون من طريق السويس. عنده مكان كبير معمول بالستايل النوبي. والفيديو ده هقولك اللي عجبني بالترتيب. الرقاق بالقشطه ده حكايه، عاملينه مظبوط قوي قوي. يجي بعده ورقه السجق، دي كانت رهيبه من اول التسويه لطعم السجق ما فيهاش غلطه. بعدهم طاجن البصليه، ده لحمه بالبصل والبطاطس. الملوخيه خطيره. رز معمر بالقشطه كارثه، طعمه حلو بس تقيل قوي قوي، الرز عايم في السمن. المشاوي كانت عاديه، يعني الكفته الضاني عندهم طرب للدرجه اللي خلتني خفت اكل الطرب من تقل الكفته. الريش تسويتها كويسه. الموزه بورق العنب تسويتها احلى واحلى، بس الورق عنب نفسه ما كانش ذوقي، وكنا طالبين ممبار برضه نفس الكلام. تخلص وتحبس بكوبايه شاي ومهلبيه فرن الطري على الدمار اللي فوق ده. مش عارف الطري ايه، بس الطري تجربه اكل مرضيه جدا بالنسبه ليا، وممكن اروح للرقاق ده مخصوص، بس يعملوا حجز بقى للناس اللي جايه من اسكندريه. قولوا لي رايكم في حجوجه وتابعوني عشان تشوفوا تجاربي في اماكن اكتر.